مرحبا بكم من جديد في قناة طور عقلك. لو شوفت الفيديو الأول عن كن مبادرا، فأنت دلوقتي جاهز تخطو الخطوة الثانية ناحية النجاح الحقيقي. العادة الثانية هي ابدأ والنهاية في ذهنك. يعني ببساطة، اعرفي أنت رايح فين قبل ما تبدأ. تخيل معايا، ركبت تاكسي وقلت للسواق أمشي بوس، هيودك فينا مفيش، يفضل يلف بيك، يمكن تتبهدل، يمكن توصل لمكان مش عايزه أصلاً. نفس الحكاية بتحصل في حياتنا لما نعيش من غير هدف. ستيفن كوفي بيقول ابدأ والنهاية في ذهنك، يعني تعيش كل يوم وعينك على الصورة الكبيرة، على الشخص اللي نفسك تكونه، على الحياة اللي بتحلم بيها. يعني إيه؟ يعني تكتب مستقبلك بإيدك، مش تستناه يحصل من نفسه. إزاي تطبق العادة دي؟ 1. تخيل جنازتك. الكلمة غريبة، بس كوفي بيطلب منك تتخيل اللحظة اللي الناس يتكلموا فيها عنك بعد ما تمشي. هيسيبوا إيه وراك؟ هيقولوا كنت إنسان ناجح، ساعدت غيرك، ولا كنت عايش تايه بتجري ورا الفاضي. السؤال الأهم، أنا عايز الناس تفتكرني بإيه؟ 2. اكتب رسالتك الشخصية. اكتب كده، أنا عايز أبقى إيه؟ عايز أعيش إزاي؟ عايز أوصل لفين؟ عايز يكون لي تأثير إزاي على الناس؟ مش لازم تكتبها مثالية، بس لازم تكون حقيقية، وتكون نابعة من جواك. 3. حدد أهدافك بوضوح. الناس الناجحة مش بتمشي وخلاص، دي ماشية وهي شايفة الصورة النهائية قدامها. شايف بيت أحلامه، شغله، صحته، علاقاته، كل حاجة. سؤال مباشر لك، لو فضلت ماشي من غير هدف، هتوصل لإيه؟ ولو بدأت من النهاردة تشتغل على هدفك، هتكون فين بعد سنة؟ بعد 5 سنين؟ 4. عيش كل يوم وكأنك بتقرب من الهدف. كل اختيار بتعمله لازم تسأل نفسك، ده بيقربني من هدفي، ولا بيضيعني عن طريقي؟ ناس كثير عندها أمنيات، بس القليل اللي عنده رؤية واضحة. فرق ضخم بين اللي بيقول نفسي أبقى غني، واللي بيقول أنا هبدأ مشروع كذا، وأتعلم كذا، وفي سنة 2026 هكون وصلت لكذا. العادة دي بتخليك تبني المستقبل قبل ما توصله. خد التحدي ده النهاردة، اقعد ربع ساعة لوحدك، اكتب أنت عايز تكون مين، عايز توصل لإيه، واكتب خطوات بسيطة تبدأ بيها. أول خطوة، إنك تبدأ، والنهاية في ذهنك. لو وصلت لحد هنا، فده معناه إنك شخص مش عادي. اكتب في التعليقات أنا شايف مستقبلي بوضوح، ومتنساش تعمل لايك، تشترك، وتفعل الجرس، علشان لسه باقي 5 عادات هتخليك نسخة أقوى من نفسك. لا تنسي الاشتراك في القناة.